متواصل لتشجيع الطاقات الرياضية ودعم مسارات الرياضة والتميز بالإقليم. الآن ننتقل إلى المحطة الأساسية لهذا الحفل والمتمثلة في تكريم اللاعبات اللواتي ساهمن بكل جدارة واستحقاق في تحقيق هذا الإنجاز الرياضي المهم. وسيتفضل السيد عامر إقليم الناظور والوفد المرافق له بتسليم الهدايا التذكارية وباقات ورد لكل لاعبة، والطاقم التقني والإداري الفريق تعبيرا عن التقدير والاعتزاز بما قدموه من عطاء وجهود طيلة الموسم الرياضي. ونستهل عملية التكريم بعميدة الفريق اللاعبة لبنى المرواني. عناية باش نوقفوه وباش يزيد ان شاء الله النجم ديالو يستار. وانا شخصيا سلتزم اليوم معكم باش نقدم لكم جميع الدعم، لا الدعم المادي ولا الدعم المعنوي، غتلقوني دائما ان شاء الله بجنبكم باش يزيد ان شاء الله النجم ديالكم يستار وتزيدوا الكره ديال الاقليم قدام. وتنتمنى ان فريق شكور الرجال ياخذ مثال منكم، يكون عندنا ان شاء الله واحد الفريق الكاس الوطني الاول قريب عاجل. نبغي كذلك ناكد على واحد المساله مهمه ونستغل هذه الفرصه لاننا ان شاء الله مقبلين على اعطاء الانطلاقه لواحد الطرح رياضي كبير اللي هو ملعب كره القدم ديال النظام. هذا المشروع لهذا الوجه اللي مشينا فيه واحد تقدم كبير. اليوم الحمد لله الجانب ديال العقار تمت التسميه ديالو نهائيه، يعني عندنا واحد العقار اللي فيه تقريبا 20 هكتار. الموقع ديالو استراتيجي عرفوه جميع، المدخل ديال مدينه الناظور، وغادي يكون ان شاء الله بمثابه مركب رياضي. غادي يكون فيه ملعب كبير بمواصفات عالميه، وغادي يكونوا فيه جوج ديال الملاعب التدريبيه. فهذه كلها ان شاء الله خصنا نواكبوها فرق اللي تكون في المستوى واللي تزيد تعطي الاشعاع ديال الاقليم وديال الجهه. وتنبغي كذلك نغتنم هذه الفرصه ونتمنى من الله سبحانه وتعالى والجمهور ان هذه المناسبه تكون فعل خير على الفريق المنتخب ديالنا اللي عنده ان شاء الله المباراه الاولى غدا ضد الفريق البرازيلي، ويكون ان شاء الله واحد النتيجه اللي تكون في المستوى وفي حسن الانتظارات ديال المغاربه جميعا. وفقنا الله جميعا لما فيه خير هذا الوطن تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده. وشكرا جميعا. مولانا رسول الله والآله وصحبه. السيد عامر إقليم الناظور المحترم، السيدات والسادة الضيوف الكرام كل باسمه وصفته، يشرفنا أن نرحب بكم جميعا في هذا الحفل التكريمي الذي نحتفي من خلاله بإنجاز رياضي متميز حققه فريق الهلال الرياضي النسوي لكرة القدم بعد نجاحه في تحقيق الصعود المستحق إلى القسم الاحترافي الأول. إننا لا نحتفي اليوم بمجرد صعود فريق إلى قسم أعلى، بل نحتفي بقيم الاجتهاد والانضباط والمثابرة.
ونحرك مسارا من العمل المتواصل آمنت به لاعبات الفريق وأصوله التكنية والإدارية، فاستحق أن يتحول إلى إنجاز يبعث على الفخر والاعتزاز. يجسد هذا التكريم ثقافة الاعتراف بالمجهودات المبذولة وتثمين الكفاءات الرياضية التي تساهم في إشعاع الإقليم وتعزيز الحضور المتنامي للرياضة النسوية المغربية. بعد هذه المقدمة وبدون إطالة يشرفنا أن نستمع إلى كلمة بالمناسبة يلقيها السيد عامل إقليم الناظور، فليتفضل سيادته مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيدات والسادة، أيها الحضور الكريم. اليوم واحد النهار كبير بالنسبة للتكريم ديال الناظور. نهار كبير علاش؟ باش نحتفلوا بالجديات ديالنا اللاعبات، الطاقم التقني والمسؤولين على هذا الفريق. هذا الفريق اللي الحمد لله اليوم رفع عاليا الراس ديال الناظور، وتنظن بان هذه سابقه تاريخيه على الصعيد الاقليم وعلى الصعيد ديال الجهه، كون الفريق ديال كره القدم النسوي تصعد القسم الاول. فباسمي واسمكم جميعا طلب منكم تصفقوا بحراره على اللاعبات ديالنا وعلى المسؤولين وعلى الطاقم التقني. سيتولى السيد عامل إقليم الناظور مشكورا ايضا تسليم الجائزه لمدرب الفريق السيد خالد حصاوي، فليتقدم مشكورا.
الرياضي النسبي لكرة القدم طارق دواش لتسليم هدية تذكارية للسيد العادل تتمثل في كأس وصل القسم الوطني الثاني مع كرة موقعة من طرف لاعبات الفريق. شكرا للسيدة الفريق والمدرب الاحترافي الأول، بل هو ثمرة إرادة جماعية وعمل متواصل ورسالة أمل تؤكد أن النجاح يظل دائما حليف المثابرة والاجتهاد.
في الختام نجدد أحر التهاني لفريق الهلال الرياضي لكرة القدم متمنين له مزيدا من التقدم والنجاح في مشواره ضمن أندية الصف. فهنيئا بهذا الإنجاز المستحق، وهنيئا لياسر ناظور بهذه الطاقات الواحدة التي تؤكد يوما بعد يوم أن التميز لا يصنعه الحلم وحده، بل تصنعه الإرادة والعمل والإيمان بالنجاح. حفظ الله مولانا الإمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فيما حفظ به الذكر الحكيم، وأنقذ عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد أجره بسموه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه جميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعو الآن لاعبات الفريق لأخذ الصورة التالية مع السيد العامل والوفد المرحب له. بكل تقدير ندعو السيد هشام الفايدة. الدور الآن على يتقدم الآن السيدة جماعة يتولى الآن الذكر جماعة
ندعو الآن السيد باشا أن يدعوني لتسجيل الجلسة. رئيس